بسم الله الرحمن الرحيم. هل تعلم كم يوجد مقترض في الأردن؟ والحفظ الله يقدر عدد المقترضين في الأردن ب1,200,000 أردني مقترضين حوالي 16 مليار دولار. يعني تأجيل الأقساط مش مطلب شعبي فقط، بل مطلب جماهيري وبامتياز. خلال الشهر الماضي يمكن شفنا الموضوع يتم تداوله ما بين إعلان ونفي أكثر من مرة، لدرجة أن التلفزيون الأردني نفسه أعلن عنه ثم تم شطب الخبر خلال دقائق. الأمر اللي اضطر جمعية البنوك إلى نفي الخبر، لأن البنوك لم تتوافق على تأجيل الأقساط. في منهم مع ومنهم ضد، بيقول لك بتخاف طول مدة السداد على الناس. الحديث هذا كان على أساس يتم تأجيل الأقساط قبل الدخول في رمضان، بل كان خفف على الناس، لكن للأسف ما تم قبل رمضان، واضطرت العالم تدبر حالها خلال الشهر الفضيل. لذلك كانت الحركة التجارية في رمضان أقل من السنوات السابقة. أما الآن فإحنا بنتكلم عن العيد والالتزامات والعيديات. آخر محاولة للتخفيف على المواطنين أتت من مجلس النواب الموقر، مذكرة نيابية بتأجيل أقساط شهر نيسان. والخبر بيقول طالب نواب الحكومة بالإيعاز لتأجيل أقساط القروض لشهر نيسان، وإلزامهم بعدم تحميل المقترضين أي فوائد إضافية نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة. وموقع عليها عدد كبير من هؤلاء النواب المحترمين. يعني الموضوع يعتبر من المطالب الشعبية للقواعد الانتخابية لعدد كبير منهم، وشعورا من الإخوة النواب بالأزمة اللي الكل عارفه وفاهمه وحافظه عن غيب، أن المواطنين سواء كانوا أفراد أو شركات وصلوا لمرحلة من نشفان السيولة من أسوأ ما يمكن في التاريخ، إلى حد أنه صار العيد بالنسبة لهم هم ويشكل خوف في ضوء الالتزامات والاستحقاقات. اليوم القطاع البنكي المحترم ومن باب المسؤولية المجتمعية والوطنية والإنسانية مطالب بالاستماع لنبض الشارع وهمومه وتحدياته، ومساعدة الاقتصاد يتحرك سواء في العيد أو بعده، لأن هذه الأقساط اللي رايحة تتأجل وين رايحة؟ رايحة رحلة، ما هي رايحة تصب كلها في الاقتصاد وتزيد الإنفاق اللي سوف يحرك الحركة التجارية والسياحية وغيرها من القطاعات. وهي القطاعات التجارية نفسها بتطالب بتأجيل القروض مش شهر بل شهرين وأكثر. في ناس مقتدرين عليهم قروض بس ضد التأجيل، بيقول لك اللي عليك بلاش يأجلوا. الموضوع بيرجع للمقترض اللي قادر ما يأجل واللي مضطر يأجل، وهكذا بنرضي الطرفين وكل واحد يتحمل مسؤولياته. يجب البت في الموضوع إيجابيا وبأسرع وقت ممكن للمصلحة العامة، لأنه العيد قرب وكل عام وانتم بخير. وخلوا هالناس تعيد وما تخافوا، مش رايحين يشردوا في المصاري، رايحين يدفعوا اللي عليهم. لكن الوضع فعلا مر، فلا تزيدوا مرار على العالم. وأجمل الأيام شكلها مش ناوي تيجي وما لها نية تيجي، فخلونا نخفف عن هالناس بأقل قدر ممكن من الشعور معهم. كل عام وأنتم جميعا بألف خير. الأردن دائما وأبدا يستحق الأفضل.